اليوم حلقتنا كلكم طلبتوها وكلكم تستنوا فيها، علم الفلك. ايش هو علم الفلك؟ وكيف ممكن يساعدنا في حياتنا اليومية؟ كل هاي الأسئلة رح يجاوبنا عليها مجد. طبعا مجد يعني المفروض هلأ أرحب فيك، بس لا خلص هاي ثالث حلقة معك أو ثالث مقابلة معك، فالمفروض هلأ أنت ترحب فيي. صرت صاحب برنامج أظن. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، جد شكرا على استضافتي 3 مرات. إن شاء الله ما أكونش يعني ثقيل على بالعكس المشاهدين وملوا. إن شاء الله يعني بتمنى. وثانك يو مارولا، شكرا كثير على الاستضافة. شكرا لك وعلى التطرق لهاي المواضيع بالذات، لأنه كثير من زمان كنت حابب إنه يعني أحكي فيها بشكل أكبر وتوصل لجمهور أكبر، مش بس الجمهور اللي عندي وكمان جمهور غيري، لأنه هاي المواضيع عنا يعني قليل ما يتم التحدث فيها من ناس فعلا عندهم يعني خبرة فيها أو عندهم اختصاص فيها. احكي لنا أنت كيف بلشت في مجال علم الفلك، يعني إيش اللي حببك، إيش صار معك لبلشت في هذا المجال؟ حلو السؤال. هلا أنا من وأنا صغير يعني تقريبا كنت يعني بأول الصفوف المدرسة، كنت دائما بحب الطبيعة، بحب أكون برا، بحب أتفرج على السماء. عندي ميول لأي شيء خارج البيت، يعني من أكتر شيء الطبيعة والسماء. فكنت كتير عندي يعني حب لهذا الشيء. وإحنا صغار بعرف أكيد في كتير منكم يعني كانوا يناموا على السطح. صح، هاي كانت فعالية في كل بيت موجودة. صح. فكنا لما نطلع على السطح نحط فرشات وننام على السطح. ومرات كنت انام انا وابوي طبعا على السطح. فابوي من الناس اللي لعبوا دور كبير. هو طبعا يعني بتذكر بس مش قدي، انا بتذكر اكتر. طبعا الطفل بتذكر تفاصيل من الشخص الاكبر منه، خصوصا الاب اكتر من الاب نفسه. بس هو اثر فيا كتير، لانه كنا لما ننام على السطح يصير يشرح لي عن السماء، يعني يفرجيني انه هاي النجوم والقمر يعني هو اللي حببك في مجال نعم صحيح. علم الفلك ببساطة يشرح لي عن كيف بصير النهار والليل والفصول والسماء والنجوم وهيك بشكل عام. فأنا كثير يعني كنت منجذب لهذا العالم، فبلش حبي للفلك والنجوم من هذاك الوقت. وانت صغير بسبب والدك. صح. بس طبعا اللي صار إشي بعد عمر يعني بعد سنين طويلة هو اللي دخلني بهذا المجال. اللي هو هلا أنا أبعدت، يعني أنا بحب، عندي حب كان لهذا الموضوع، بس إنه عشت حياتي عادي يعني لحد ما تقريبا بعد الجامعة أو خلال سنين الجامعة، خلال سنين في الجامعة بلشت أبحث عن أجوبة عن مين أنا وليش هيك بصير فيا. وهاي الأجوبة يعني علم الفلك بعطينا إياها؟ لا، هلا أنا كنت عندي بس فضول إني أعرف ليش هيك بصير فيا، ليش هيك بصير في العلاقات. طيب يعني علم الفلك إيش هو؟ احكي لنا عنه. علم الفلك هي الكلمة طبعا أسترولوجي بالإنجليزي أو طب أسترونومي. هلا في علم الفلك وفي علم التنجيم. علم التنجيم هو جزء من علم الفلك، يعني هما جزء واحد لا يتجزأ. اللي هو علم التنجيم اللي احنا بنحكي عنه علم الأسترولوجي. أيوة الأبراج. في معلومة مغلوطة اللي هي الناس بتفكر إنه كل هاي العلوم الفلك والتنجيم كلها عبارة عن أنا شو بحكي لي برجي اليوم أنا. هل هذا صحيح؟ لا، هذا خاطئ كليا. وهذا الشيء اللي أنا صار لي سنوات بحاول أغير فيه في عامة الشعب طبعا اللي عنده هاي الفكرة المغلوطة. صح. فإحنا طبعا زي ما حكيت لك في أسترونومي وفي أسترولوجي. الأسترونومي هو علم الفلك اللي بيختص بدراسة الأجرام السماوية
او اي شيء بالسماء زي بعد الاجرام السماويه عن بعض، الكتله، الاشياء اللي بتصير زي ناسا كيف تختص في الاشياء اللي بتصير بالفلك، المذنبات، الكوارث، الاشياء، كل الامور الحسابيه والاشياء اللي لها دخل رياضيات، فيزياء، اللي لها دخل اكثر بالفلك المجرد بدون تفسير له. اما الاسترولوجي بيفسر هذا العلم. نعم صحيح. الاسترولوجي اللي هو علم التنجيم يفسر طاقة كل ما يحدث بالسماء والكون. يعني فعليا هم علمين مرتبطين، ولكن تم تسمية علم التنجيم بعلم الزائف، سايدو ساينس. ليش؟ لأنه تم زي ما أنت حكيتي، صار في لاغط وصار في إنه تقليل لحجم هذا العلم، وصار زي علم سطحي يهتم فقط بالأشياء البسيطة زي الأبراج اليومية وغيرها. فطبعا لأنه مش مبني على أسس علمية بحسب البحث العلمي. طبعا احنا بنعرف انه في بحث علمي اللي هو خطوات البحث العلمي وأسس علمية، ولكن في أيضا علم الطاقة اللي اندثر لأنه هو العلم اللي خلينا نحكي بيكمل وبيفهم الشخص المنظور الشامل ليش الأشياء بتصير. فهذا العلم كان عليه يعني انظلم كتير، انظلم بشدة، لأنه إحنا كبشر زي ما حكيت في حلقة الروحانيات إذا بتتذكروا، إنه بنركز على المادة أكثر. يعني بنركز على الشيء اللي إحنا بنشوفه. فأي شيء طاقي، أي شيء ما بنقاس بالأدوات العلمية ما بنعطيه حجمه، وبنحكي إنه هذا مش مثبت علميا، وبالتالي هو ممكن يكون علم زائف، وبالتالي هاي خزعبلات. بس علم الفلك وعلم التنجيم من أقدم العلوم اللي موجودة على سطح الأرض، وبترجع لآلاف السنوات. ومن اللي بدوا فيها طبعا هم اليونان والإغريق والمصريين وبابل العراقيين، كل هذول الحضارات القديمة والحضارة المايا اللي بدوا طبعا إنهم ينشروا علم الفلك. ومنهم طبعا اللي هو علم التنجيم، كان علم الفلك اللي هو جاليليو، فهو اللي بدأ في دراسة علم الفلك كأسترونومي. ولكن الأسترولوجي اللي هي كلمة أسترولوجي، اللوجي طبعا موجودة في أكثر، مثلا كيف سايكولوجي، أسترولوجي. اللوجي يعني دراسة الشيء، وهاي طبعا برضو باليوناني. هلا باليوناني أسترون. فالأسترون اللي هي أسترون، هي اللي معناتها النجم، النجم أو الجرم السماوي. أسترونومي معناتها تنظيم، اللي هي زي يعني ترتيب الأشياء. أما أسترولوجي فهي دراسة هاي الأشياء. فالدراسة طبعا باللغات بتختلف، بس هي بالعربي دراسة طاقة هاي الأشياء أو تفسير هاي الأشياء. فهاي جاية من اليوناني طبعا كلمة أسترولوجي، أو في كمان باللاتيني أسترولوخيا. فقديم جدا هذا العلم، وكان يعني منتشر بشكل كبير، وكانوا مثلا يعرفوا وإمتى النهر، مثلا نهر النيل ممكن يفيض بناء على مراقبة النجوم. زمان ما كان في كهرباء. لسه أنا كنت أسألك، طب هو إيش بفيدنا؟ يعني هو غير إنه مثلا الأسترولوجي والأسترونومي إيش بيفيدونا؟ الأسترولوجي مثلا إيش بفيدنا؟ بفيد كتير جدا. زمان ما كان في حضارة زي كيف هلا، ولا كان في أدوات زي كيف هلا نستخدمها عشان نقيس الأشياء ونعرف الطقس ونعرف الفصول ونعرف، ما كان في. كل اللي كان فيه هو المشاهدة العينية. يعني كانوا يتفرجوا على السماء وبيعرفوا شو بده يصير وبيتنبؤوا من شو بده يصير. مثلا كان هذا الشيء ياخذ وقت كتير، كان ياخذ وقت كتير، وكانوا دائما يسجلوا. يعني مثلا وين المحاصيل بدها تكون افضل وقت إلها، امتى نهر النيل ممكن يفيض، امتى مش ممكن يفيض، امتى مثلا جايينا صيف شديد الحرارة، امتى جايينا شتاء كتير. كل هاي كانوا عن طريق مراقبة السماء يقدروا يرصدوا ويعرفوا عن طريق التجربة والخطأ. فصار عندهم زي يعني مرجع كتير كبير من رصد هاي النجوم وكيف تحركاتها بالسماء بتأثر على الأرض. فبدأوا يسجلوا فيها ويدونوا فيها. طب هل علم الفلك هو بيشرح عن الثقب الأسود وهو اللي بيعرفنا عنه،
ومسؤول عن دراسته؟ لأنا طبعا عندي علم أو معرفة بعلم الفلك وعلم التنجيم الاثنين. فأنا بلشت في علم التنجيم، يعني أنا بدأت أدرس بعلم التنجيم بعدين رحت علم الفلك، فاضطريت إني أدرس علم الفلك وهو علم رائع وبحبه كتير، لأنه ما بينفع تكوني عارفة علم التنجيم بدون ما تعرف علم الفلك. صح، لأنه حكينا أصلا هم بيكملوا بعض. فمن الأحداث اللي بتصير وبتأثر علينا كمان اللي هي الظواهر الفلكية زي الثقوب السوداء، زي مثلا لما بيكون في عنا انفجارات شمسية، الانفجار العظيم، كل هاي الأمور هي أمور طاقية أصلا وفيها تفسير فيزيائي لكتير ظواهر على سطح الأرض بتصير. فأنا درستها، وأكيد علم الفلك مختص إنه يجاوب على هاي اللي هو بسموه علم، هو العلم المختص يبحث. نعم، هو فلك فيزيائي. فلك فيزيائي. فلك فيزيائي، في فلك فيزيائي وفي فلك اللي هو الفلك العادي المجرد، وفي علم التنجيم. في كتير انواع فلك. في انواع، يعني في كتير انواع. نعم صحيح. في الفلك المختص في الفيزياء، وفي الفلك المختص في الامور الكائنات الحيه، في كتير اشياء. فنعم الثقوب السوداء من ضمن الاشياء اللي الفلك بدرسها وبعطي عليها اجابات، وهي طبعا النجمه لما بتتفجر، يعني النجمه لما بتخلص حياتها. يعني احنا كتير من النجوم اللي بنشوفها بالسماء ما بتكون هلا حاليا موجوده، تكون ميته من زمان ومختفيه. كيف؟ ولكن هلا احنا لما نطلع على السطح نعم ونشوف نجوم، في نجوم ما بتكون موجوده. كيف هلا النجوم اللي احنا بنشوفها هاي مش موجوده؟ مش كلها، ولكن في كتير منها مش موجود، ولكن لانه في بعد زمني، في سنين ضوئيه بيننا وبين هاي النجوم، فالضوء ياخذ فتره طويله انه يوصل للارض. صحيح. عشان هيك في طبعا الضوء اللي بيكون طالع من النجمه بيطول تيوصلنا، فالنجمه بتكون خالص عمرها لحد ما يوصلنا ضوءها. فاحنا بنشوف ضوءها ولكن هي مش موجوده، هي بتكون خالصه، ولكن بنشوف ضوءها لانه في بعد زمني بياخذ سنين الاف ومئات وملايين السنين عشان يوصل. وهاي الانفجارات النجوم هي اللي بتحدث كل هاي مثلا زي الثقب الاسود. نعم، هي اللي بتعمل الثقب الاسود، لانه اذا كانت كتلتها اكبر من في معادله انه اذا كانت كتلتها اكبر بتنفجر وبتسوي ثقب اسود، اللي عاده هي النجم لما بينفجر بيعمل شيء اسمه سوبر نوفا، اللي هو يعني بيعمل زي انفجار كبير. بس اذا بتكون الكتله اكبر طبعا شو بصير؟ بتنفجر النجمه على نفسها وبتحدث زي ثقب اسود. هذا الثقب الاسود هو مجال طاقي كهرومغناطيسي تردده عالي جدا، ما حدا بيقدر يفوت فيه، لأنه هو فعليا من الأشياء اللي بتفسر نظرية النسبية ونظرية الزمكان، اللي هو عدم وجود الزمان والمكان في هذا المحل اللي احنا ندخل فيه. صح، لأنه فعليا الثقب الأسود لما الواحد إذا دخل فيه بتغير كل الزمن والوقت، أو ما بيكون فيه هيك إشي أساسي، منه ممكن نروح على أبعاد أخرى أو أكوان أخرى، وهي طبعا فيها نظريات يعني كثيرة. طيب خلينا نرجع لعلم التنجيم، إيش بيفيدنا في حياتنا؟ هلا أنا ذكرت إنه علم الفلك اللي هو الأسترونومي بيفسر هاي الظواهر، ولكن الأسترولوجي كمان بيفسر هاي الظواهر، لأنه هو بعطينا كمان فكرة عن الطاقة. فبس هلا تحديدا الأسترولوجي بالشكل اليومي بالزمن اللي احنا فيه شو بيفيدنا؟ بيفيدنا في الاشياء اللي مثلا انا عندي مقابلة شغل مثلا، هل الفترة هاي بتكون مناسبة لإلي طاقيا اني اكون في هاي المقابلة، ولا في فترة تانية افضل واحسن مثلا؟ فهاي بتفيدني مثلا اعرف العلاقات، اعرف مثلا انه انا مثلا في مشكلة في العلاقة بيني وبين شخص، بقدر اعرف انه شو الخارطه الفلكيه اللي عنده، او الكواكب موجوده عنده والكواكب موجوده عندي، واقدر افهم شخصيته واتعامل معه بشكل افضل، او اعرف انه احنا مش متناسبين لبعض مثلا. يعني فعليا هي بتستخدم، ذكرت كلمه الخارطه الفلكيه، هي يعني بصير في العلم التنجيم بيعمل خارطه فلكيه وهي بتجاوب على كل هاي الاسئله. نعم صحيح. يعني زي ما حكينا المفهوم المغلوط انه صارت فكره الابراج اليوميه واللي بيطلعوا بيحكوا ابراج يوميه، هذا حكي كتير سطحي جدا، ما بنطبق غير على نسبة قليلة جدا. ولكن علم التنجيم الصح وعلم الفلك الصح لازم احنا نعمل خارطة كاملة للشخص، لأنه كل شخص فينا، أنا، أنتي، كل حدا
في عنده بصمة زي بصمة الإصبع، ما بتشبه أي شخص تاني. ايش هي هاي الخارطة الفلكية؟ كيف تنعمل؟ هلا الخارطة الفلكية أنا بشبهها في زي السكرين شوت تبع التليفون. يعني زي ما بناخذ صورة مثلا للتليفون هلا، نفس الشيء احنا بناخذ صورة للسماء، سكرين شوت للسماء في اللحظة والثانية والعشر الثانية اللي بينزل فيها البيبي أو الطفل على الأرض وبيقطع الحبل. يعني ببلش يتنفس، باخذ أول نفس على حياته، هون بتبلش خارطته. بدأت هون الخارطة، اللحظة هاي ينزل فيها وأخذ أول نفس. فهون بيكون في سكرين شوت للسماء. السماء بتكون فيها الكواكب في مواضع معينة، في أبراج معينة، وبتعمل زوايا معينة. هاي الخارطة بتمثل شخصيته وبتمثل الأشياء اللي راح يمر فيها خلال حياته. حلو، يعني هاي الأمور كلها بنقدر نعرفها من قبل، وممكن حتى نعرف يعني نواجهها أو نعرف نتعامل معها، نكون واعيين عنها. بالضبط. هون بيجي دور الفلك النفسي اللي هو السايكو استرولوجي، اللي هو انا بتعامل معه فيه اكثر. ان هو لما انت بدك تحكي لحدا عن خارطته الفلكيه، ما بتيجي تحكي له انت والله عندك هيك 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 خلص يلا روح. لا، انت بدك تفرجيه وتعلميه كيف يستخدم القوه اللي عنده، نقاط القوه اللي موجوده عنده اللي انولد فيها، تعرضي له اياها عشان تحكي له انت استخدمها، وهيك راح تكون انت في المحل اللي انت بتبدع فيه، تكون مبسوط فيه، وبتخفف عن حالك الاشياء. زي كيف انت بدك تاخذي مثلا طريق طويل او طريق قصير، احنا بنخفف عن الطريق القصير. فطبعا انت بتعطيه نقاط القوه، ونقاط الضعف بتقوي له اياها او بتفرجيه كيف يقويها. فهو بيطلع من عندك الشخص عارف شو اشياء بدها تصير معه او شو بواجه، بنفس الوقت شو ممكن ياخذ وشو ممكن يستفيد. والله انت مثلا بده يصير معك حادث وتموتي، كل يوم بعرف اشي جديد. ولكن اذا تعلم انه هاي انا عندي هاي الشغله واستخدمها للافضل، بشو انت مريتي وشو عم بتمري هلا والفتره القادمه القصيره، يعني وشي كثير بحرر مش بقيد زي ما الناس بتفكر. الشمس بعلم الفلك بتمثل الشخصيه. فالحمل هو البدء، الثور عنده الحب مقدس او بحب يقدم العذراء. اما بالنسبه للقوس، فالقوس عكس هيك. شوفوا التحدي، استنونا بالحلقة الجاية.